السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم ومرحبا. نلتقي الآن مع درس من دروس النحو للصف الأول الثانوي، وهو جمع المذكر السالم وما يلحق به. فلنسترجع أولا جمع المذكر السالم ونبدأ بالأمثلة. المحمدون فاهمون، فاهم دروسهم محبوبون، يحترم المجتمع المتفوقين، يجب الاهتمام بالمتفوقين. نلاحظ ان هناك كلمات مكتوبة بالخط الأحمر وباللون الأحمر وتحتها خط. نناقش هذه الكلمات ومنها نتعرف على جمع المذكر السالم. المحمدون المتفوقين، هل هي بتدل على الواحد أو الاثنين أو الأكتر من اثنين؟ أيوة طبعا بتدل على أكتر من اثنين. مذكر أم مؤنث؟ مذكر، المفرد محمد ومتفوق. تمام. طيب إيه الفرق بين المفرد والجمع؟ محمد، محمدون. أيوة، واو ونون على المفرد، أو ياء ونون على المفرد. طيب ايه الفرق ما بين الاولى والثانيه والثالثه؟ طبعا اكيد المحل الاعرابي بيختلف. في البدايه المحمدون اعرابها ايوه مبتدا، وطبعا عندنا مرفوع، وهنا بنلاحظ ان مرفوع بالواو. طيب والثانيه في الثالثه يحترم المجتمع المتفوقين، ايوه طبعا هنا مفعول به والعلامة الياء. طيب والمثال الرابع الاهتمام بالمتفوقين، مجرور والعلامة الياء. طيب هنا عندي في نمرة 2 فاهموا دروسهم، المفروض فاهمون. أين ذهبت النون؟ أيوة بالظبط كده، حذفت للإضافة. طيب بناء على هذه الأمثلة نشوف كده إيه التعريف. إيه هو بقى؟ بالظبط، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع زي ما شفنا، وياء ونون في حالتي النصب والجر. تمام كده. طيب هل ممكن ان احنا نجمع اي كلمة لجمع المذكر السالم؟ لا طبعا، هناك شروط. هل مع بعض نشوف الشروط؟ بنشوف اولا في محمد ومتفوق، هنتناقش حول هاتين الكلمتين. اولا محمد ايه نوعها؟ علم طبعا. هل مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طيب للعاقل او غير عاقل؟ طبعا عاقل. وهل مفرده محمد في ت مربوطه تاء مربوطه؟ لا طبعا. طيب هل هي مركبه؟ لا مفرد. ايه المركب ده؟ يعني مثلا زي اسم عبد الله ابو بكر، ده مركب. فاحنا من شروط العلم ان يكون بهذه الصفات. طيب المتفوق هل هي علم؟ لا طبعا دي صفة. طب لمذكر؟ نعم. لعاقل؟ تمام. طبعا هل في التأنيث؟ لا طبعا، وهي مفردة، هي مفردة. طيب هل هي على وزن أفعل أو فعلان؟ لا. يعني زي أحمر مثلا أو عطشان أو جوعان، لا لا، هي إيه يعني دون هذا الوزن. طب هل يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ يعني ممكن اقول للمذكر يا محمد وللمؤنث يا محمد؟ لا طبعا. ده او المتفوق يعني ممكن اقول للمذكر متفوق وللمؤنث متفوق؟ لا طبعا. طيب دي شروط جمع المذكر السالم ولابد ان نراعيها لكي نجمع جمعا صحيح. تعالوا مع بعض نشوف الدوائر دي. اول كلمة عندي معاوية، هل يصح ان انا اجمع علم اهو، يصح ان انا اجمع جمع مذكر سالم؟ لا طبعا، لانها فيها ايه؟ ايوه بالظبط التأنيث. طيب جاد الحق؟ لا ما ينفعش لان هي مركبة. تمام. طيب عندي كلمة علامة، هذا الرجل علامة، لا صفة اهي، لا ما ينفعش لان فيها التأنيث. طيب احمر؟ لا ما ينفعش، طب ما فيش حاجة اسمها احمرون، يعني ما ينفعش. طيب بالنسبة لعطشان؟ لا لأنها صفة على وزن فعلان، ما ينفعش. عطشانون؟ لا طبعا عطشة أو
عطاش. طيب عجوز، هذا الرجل عجوز وهذه المرأة عجوز، لا يستوي فيها المذكر والمؤنث، لا لا يصح ان انا اقول عجوزون طبعا. طيب تعالى نتناول الملحق. الأمثلة: طاعة أولي الأمر واجبة، إنما يتذكر أولو الألباب، الحمد لله رب العالمين، وما المال والأهلون إلا ودائع، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلبثت في السجن بضع سنين 20 طالبة في الفصل. طبعا كل اللي تحت اللي باللون الأحمر ده من الملحق، حوالي 6. طبعا دي قررت اهي، ونعد 1 2 3 4 5 6 ألفاظ مكتوبين تحت اهم. ده بيعتبر ملحق بجمع المذكر. ملحق يعني يأتي وراءها من ضمنها، ولكن ليست جمع مذكر. طيب لماذا سميت بالملحق بجمع المذكر وما قلناش عليها جمع مذكر؟ أكيد بتتشابه في أشياء وبتختلف في أشياء، وطبعا احنا لينا الشروط اللي هنحكم بيها بتختلف في الشروط اللي قلناها. طيب بالنسبة لأولو، ما معنى أولو؟ طاعة أولو الأمر. الأولو بمعنى أصحاب، كويس قوي. طيب عندي هنا كلمة أولو، هي أصلا بتتكتب أولون أصلا كتابتها، ولكن طبعا لأنها بتلازم الإضافة دايما تيجي وراها مضاف إليه فحذفت النون فبقت أولو هي، لكن هي أصلا أولو. طب ممكن نقول اهي مثلا بتناسب الشروط. تعال نشوف بقى ليه سميت بالملحق. احنا لما هنجيب مفرد كل الكلمات دي هنعرف السبب. تعال نشوف أولو مفردها ايه، هل يعني ليها مفرد من لفظها؟ ها نشوف كده. مفردها ذو، ليست من مفردها من لفظها، فلكن شروطنا ان يكون المفرد من اللفظ، بنزود واو ونون بس، فطبعا عشان كده سميت بالملحق. طيب نشوف عالمون مفردها، هنشيل واو النون، كلكم قلتوا كده صح، وعالم ماشي اهي. طيب انا عايزه اسال سؤال، عالم هل ينفع انها تبقى علم؟ لا ما ينفعش واحد اسمه عالم. هل ممكن اصف بانسان اقول له انت عالم؟ لا طبعا ما ينفعش. وكمان حاجه ان هي عالم بيضم المذكر والمؤنث مع بعض، العالم فيه كل حاجه، احنا عاوزين نخصص للمذكر، لذلك اصبحت ملحقه بجمع المذكر. طيب اهلون اهو برضو نفس الحكايه، اهل مفردها نفس الحكايه زي عالمون، مفيش اهل اسم علم او صفه وبتجمع المذكر والمؤنث. طب بنون مفردها ابن اهي، لما اتغير لفظها خالص، احنا اتفقنا لازم يكون نفس المفرد ونزود واو ونون. سنون مفردها سنه، صح، سنة هنا فيها تاء مربوطة واتفقنا ما يبقاش في مفردها التأنيث. طب ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40، هل ممكن أجيب مفردها؟ ده طبعا لا يصح، لا مفرد لها من لفظها، ولذلك سميت بجمع بملحق بجمع المذكر السالم، بتاخد نفس علاماته ودلالته، ولكن بنقول عليها ملحق وليس جمع. نأتي هنا للتدريب، وطبعا تدريب سهل وبنستخرج جمع المذكر السالم واللي بيلحق بيه وتشوفي علامته ايه، وطبعا تدريب للحل في الواجب. وهنا نكون قد انتهينا من شرح الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.